كان في بنوتة بتحكي لي بتقول لي انه من وهي صغيرة كانوا دايما بيقولوا لها لما مثلا بتتمشى يا مامتها في الشارع بيروحوا اي زيارات عائلية. عاملة ايه ومش عارفة ايه، انت مش طالعة حلوة زي مامتك. الجملة دي بتتقال على سبيل الهزار طبعا، بيقولوها بشكل كده فيه هزار، بس قد ايه كان بيوجعها. بتتكرر وقد ايه كان بيضايقها. وهي صغيرة شوية في ثانوي في اعدادي ما كانتش متخيلة، يعني كانت فاهمة كويس قوي انه دي ماما جميلة مش عارفة ايه. بس اثر الجملة ديت لما كبرت شوية، كل ما بتتخطى مرحلة بتفهم معنى الجملة، كان بيأثر عليها جدا. فترة على فترة بدأت تتقال لها بشكل بقى جد، مش بس هزار. اللي هو مثلا مش انت مش بيضة زي ماما، انت حلوة بس مش بيضة زي ماما. انتقادات دقيقة بقى، اللي هو تفاصيل. بس عارفة نظرية البس دي. مثلا انت مش عارفة ايه، مش ابتسامتك حلوة زي ماما كده، فكل حاجة زي ماما زي ماما، فحصل لها حتة المقارنة ديت. يعني وهي بتحكي لي بقى كنت بسأل نفسي انه اصلا معيارية الجمال في المجتمع ليه كده، يعني بتبقى عاملة يعني شوية متحددة في إطار بمعايير معين. معينة، بمعايير معينة انه البنت تطلع حلوة لمامتها، تطلع بيضة لمامتها. المعايير الجمال عموما برضو في اطار البياض، في اطار الابتسامة اللي مش عارفة بشكل معين وهكذا. فالبنوتة دي كل ما بتكبر كل ما بتكبر فترة كده عدت عليها حست ان هي مش جميلة. طبعا. مش بس بقى مش جميلة زي امها، مش مش جميلة جميلة أصلا. عموما. الموضوع كبر جواها، عمل لها فجوة شوية. قعدت فترة مش متقبلة شكلها قوي، مش بتحب تتصور، مش حابة خالص تتجمع في تجمعات عائلية. الناس اللي بيقولوا لها كده بقتش حابة ان هم يزوروها او هي تروح لهم اصلا. فالموضوع كبر معاها. المفروض ان هي اخدت كورسات وتطورت شوية في حياتها، فعرفت وسمعت كويس قوي عن التقدير الذاتي وعن الثقة بالنفس، وفهمت ان مفيش حاجة اسمها معيارية للجمال، وان الجمال ده نسبي، وان مش من حق اي حد انه يحط لحد تاني شكل معين عشان يتقال عليه هو جميل اصلا. يعني دي حاجة غلط في المجتمع. فبدأت واحدة واحدة تتقبل نفسها، وبدأت تشوف انه هي ماما جميلة وماما حلوة بس انا برضو حلوة، انا برضو في شكلي حاجات تخليني احبه. في نقاط قوة في شكلي مش موجودة عند ماما او مش موجودة عند واحدة تانية. فبدأت ان هي تعدل الكفة، هي تشوف البنات حلوة وماما حلوة، وفي نفس الوقت أنا هي كمان تشوف حلوة. نفسها حلوة. ووزنت المعيار جواها، عملت كده سويتش، وخلت يعني شافت نفسها بعين نفسها، وقالت لأ المعايير المجتمع. فلما سألتها ايه هي معايير الجمال في المجتمع، قالت لي ان مثلا واحدة تكون بيضة طويلة رفيعة، مثلا عينيها ملونة، آه طريقتها في الكلام فيها مثلا كده رقة، ملامحها ابتسامتها صغيرة، أو ملامحها معرفش صغيرة. شعرها مفروض. مثلا او لو محجبة مثلا بتلبس ألوان كده معينة. مم. فسألتها قلتها طب المعايير دي انت تقدري، يعني انت شايفاها فيكي او تقدري ان هي تخليها فيكي مثلا؟ قالت لي لا انا اقدر اكون انا زي ما انا، يعني انا مثلا ذوقي في اللبس معين فهتقبله فهلبسه. انا مثلا ممكن مثلا يكون عندي حاجه في شكلي، مثلا مناخيري كبيره بس بقي صغير، فانا هشتغل ان انا اتقبل الحته دي والناحيه التانية اقدر اتعامل معاها مثلا. فمره على مره قدرت ان هي تقول لا لكل حد بيقول لها انتي مش حلوه زي ماما. ولما حد كان بيسالها او مثلا يوجه لها نقد كده صريح انتي مش حلوه زي ماما، بتقول لهم لا انا حلوه وماما حلوه، انا جميله. فبدأ ده يظهر للناس بشكل كبير قوي، وبطلوا يقولوا لها الجمله دي، لدرجه انه بقى تقول لهم بقى يتقال لهم انت بقيتي احلى، بقيت قال لها بقيتي احلى من ماما مثلا يعني. بس ثقتها في نفسها بدأت تظهر بدأت عليها. تظهر على الناس بشكل بقى، بس طبعا هي رحله بقى طويله قوي، مش أكيد. مش مش بتيجي بسهوله، ومش بتيجي من يوم وليله، فتره من الزمن طويله. فلما سألت نفسي معيارية الجمال بالنسبة للمجتمع قد ايه بتخلي البنات تحط على نفسها لود، او بتلوم نفسها كتير ان هي مش شبه حد في العيلة، او ان هي مش جميلة كفاية، وقد ايه بتأثر على ثقتها بنفسها. أنا بستغرب جدا لما تطلع، يعني الموضة حاجة بنشوفها في الهدوم، دي يعني مش بنتقبلها، بس فكرة موجودة يعني ممكن. لكن بستغرب جدا لما الموضة تبقى في خلقة ربنا، يعني استغفر الله العظيم، يعني ايه يا جماعة الموضة في الخلقة اللي هي حاجة بيروح عليها وقتها،
اصل معيار الجمال هل هو ثابت؟ لا، هم غيروه لنا 10,000 مره، يعني من ساعه ما اتولدنا لحد ما انا وانت عايشين دلوقتي اتغير 10,000 مره. شويه البيضه حلوه، شويه لا السمر هو اللي احلى، فبقت البنات تدهن نفسها كريمات وتنزل في الشمس عشان تسمر، يعملوا تان. يعملوا تان. شويه لا رجع البياض تاني ياخد مكانه، فبقت البنات تاخد حقن علشان تبيض حقن. ايوه. وبعدين شويه معرفش، لو مش عارفه تفتكري زمان شويه كان في مش عارفه الحواجب الرفيعه خالص، فالبنات أيوة. تروح مطيره نص حواجبها. شويه طلعت الحواجب التانية اللي هي واقفه خالص دي. ايوه. فبقت البنات ترسمها بالقلم، راحوا مطلعوا لنا المايكرو بليدنج. فعمالين يطلعوا موضه في الخلقه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني بستغربها جدا، ازاي انت مش حاسس بتميزك زي ما انت، بنواقصك بكواملك زي ما انت كده بالظبط. قيمه الجمال هي قيمه مهمه جدا عند البنت، ويمكن هي من اوائل القيم اللي عندها. حلوه قوي. ايه معنى الجمال بقى؟ انت عايزه تشوفي نفسك حلوه، ايه الحلاوه؟ خلي بالك من الحته دي، بيبقى فيها مجاهده جامده جدا للنفس. ليه؟ لان احنا كنا بنتكلم عن العقل الجمعي وبنتكلم عن المعياريه. انت تكون لاواعيا عندك معياريه للجمال من اللي بتشوفيه في التلفزيون. ده حقيقي، رغم انه مش حقيقي خالص، ده فيك 100%. يعني كان في استوديو رحنا نزوره في كورس من الكورسات، فتقول لنا لا ده الفنانه كانت بتصور فيديو كليب جوه. عايزه اقول لكم المونتاج عمل لها عمليه تجميليه وهو بيعمل لها المونتاج. والجرافيك والحاجات دي كلها غير لها ملامح في وشها. انتوا مش متصورين هي في الحقيقه عامله ازاي. ودي حاجه يعني سبحان الله، ما هو ده الطبيعي يا جماعه، ما احنا بني ادمين. عارفه البشره اللي هي الممسوحه خالص دي مين قال ان هي كده؟ انت عارفه كام طبقه ميك اب اتحط عشان تطلع كده؟ وعارفه الكاميرا حصل فيها كام تعديل عشان تطلع كده؟ فهي في الاخر انت عمرك هتوصلي، انت بتوصلي لحاجه هي اصلا اللي انت شايفاهم كده هم نفسهم ما وصلوهاش. وهي عطاءات من ربنا ومتوزعه. يعني بشوف انه احنا من ضمن الحاجات اللي خلت عندنا هشاشه كتيره جدا ان احنا ما بقيناش عايزين نتقبل اي حاجه. الناس ما بقتش عايزه تتقبل انها بتكبر في السن، فمثلا في شويه خطوط بدات تظهر في وشها. ليه يا جماعه؟ ليه ما تتقبلوها؟ يعني عادي، ما هو ده اصلا من تقبلك. ان الوش ده اللي بتشوفه في المرايه حلو جدا، اهتمي بيه، اهتمي بنضارته بصحته بحيويته، حلو جدا. لكن خطوط الزمن اللي بتتعمل على الوش دي سبحان الله بتأثر جدا في شخصية البني آدم، إنه يعرف إنه اتغير مرحلة تانية. هي مش وحشة مش حلوة، هي مرحلة تانية في حياتك، هي عمر جديد انت ابتديته، مرحلة جديدة بخصائص جديدة فيك وفي اللي حواليك. إنجازات مختلفة هتعملها، حاجات كتير قوي. فبقينا ما بنتقبلش أبسط الحاجات اللي هي أصلا بتساعدنا، ربنا عملها عشان نفسيا تساعدنا. إن احنا لعل واحدة من الحكم إن احنا نبتدي نشوف التغييرات اللي بتحصل. أول حاجة بنشوفها في وشنا، فنبقى عارفين نتقبل سنة الله سبحانه وتعالى في التغيير. عارفة خلقكم من ضعف، بعد ضعف قوة، وبعد قوة ضعفا وشيب، في تدريج. فزي ما بتشوف أول حاجة بتبص فيها في المراية وشك ده بيعبر عن كل حاجة. الشفايف الرفيعة ليها معنى في الشخصية، والشفايف المليانة ليها معنى في الشخصية، العينين الواسعة ليها معنى في الشخصية، والعينين الضيقة ليها معنى في الشخصية، الحواجب الخفيفة ليها معنى، والحواجب التخينة ليها معنى. انت بتمحي شخصيتك لما بتغيريها تماما. علشان كده بشوف انه سبحان الله الحد اللي بيحط فول ميك اب كتير قوي ودايما طول الوقت بحسه كأنه حد، وده نفسي على فكرة، عامل ماسك. هو مش عايز يبقى هو. في وقت من الاوقات الفول ميك اب هو بيغير بني ادم تماما. انا ما شفتش حد حاطط فول ميك اب هو من غير ميك اب. عشان كده تلاقي الناس تقول انت عيان، هو مش عيان، هو بس كل ما شافوه كده هو اتغير. يعني انا لو دلوقتي حطيت كحل جامد قوي ومش عارفه وميك اب ومش عارفه روج ملون قوي، هتشوفيني كده تعودي عليا. بعد كده لو شفتيني من غير ميك اب تقولي انت عيانه. ايوه ده حقيقي. لو ممكن لو انت واخده عليا تقولي انت مفيش حاجه، انت كويسه. فهي دي الفكره، اختلفنا. فقد ايه بقينا نحاول نكون مش احنا، نحاول كأننا داخلين برينتر، عارفه الطباعه. داخلين كلنا خارجين كلنا شبه بعض. فعلا احنا كلنا شبه بعض كلنا شبه بعض خارجين. والله تلاقي عند العيادات الجلديه مثلا تروح تشتكي الدكتور مثلا من حبايه ولا من اي حاجه كده تتعالجي منها، تلاقي البنات قاعده يا عيني حاطين مسكنات علشان ايه؟ عايزين خلاص كلهم هيحقنوا. طب ليه كده؟ ليه كلنا وبنات صغيره على فكره مش كبار خالص. والله شفت واحده ممكن ثانوي ولا. طب انت يا حبيبتي وصلك فين ان انت مش راضيه عن شكلك؟ يعني ماشيه تابع مش عامله فلتر خالص يعني. وبرضو الاهالي بقت عندها هوس ده. دي حقيقه يعني الام بتبقى عايزه بنتها تطلع احسن حاجه. انا قبل كده كنت قاعده عند الدكتور،
فسمع ام بتشتكي لواحده يعني تقول لها انا بنتي ليل نهار قاعده على التيك توك، مهتميه بقى بشعرها وبشكلها، مهتميه بس بشكلها. عماله اقول لها يا بنتي ذاكري يا بنتي ذاكري تقول لي لا يا ماما انا بعمل تيك توك ومهتميه بشكلها. الام وهي بتحكي شايفاها بتحكي عادي، يعني اللي هو ايه، يعني انا بالنسبه لي دي مصيبه، دي كارثه ان بنتي تبقى ليل نهار قاعده مهتميه بشكلها وتظهر بشعرها وعلى التيك توك ومش مهتمه بالمذاكره. اولا الموضوع ليه شقين، ان انت اصلا اتعودتي انك تهتمي باهتمامات مش وقتها. انت دلوقتي اصلا هي تقريبا في اعدادي صغيره قوي، فالموضوع منقسم بالنسبه لي شقين، ان هي بنتها بتعمل اهتمامات مش اهتمامات سنها خالص. الحاجه التانية ان هي ما خدتش اكشن قوي تجاه البنوته. كنت شايفاها بتتكلم عادي يعني، وانه هي بتعمل تيك توك فالكل بيعمل تيك توك عادي. عشان كده احنا عايزين نوعي برضو الامهات ان هي ما تحطش على بنتها لود هوس الجمال، او ان هي عايزه بنتها تكون جميله بشكل ما او بشكل ما ليه علاقه بمعايير المجتمع، عشان ده بيأثر جدا على اهتمامات البنات. كمان لما بتقعد تقول لها مثلا ايه انت لازم تبقي حلوه عشان تتجوزي، لازم تعملي كذا عشان تتجوزي، البنت في الاخر لما مثلا ربنا بيرزقها بالزواج بس متاخر شويه بالنسبه لتعريفنا احنا، البنت ساعتها ممكن بتشك في جمالها، انه انا فيا اصل اتربيت على ايه المعياريه اللي عندي ان الحلوه هي اللي بتتجوز، رغم ان الموضوع مش كده خالص. هو رزق في الاول وفي الاخر زيه زي كل حاجه، ما بتجيلكش الشطاره ولا الخيبه منك، هي في ارزاق جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى. كده بحس انه من اكتر الحاجات اللي الانسان يكون واعي فيها وناضج جدا ان هو يبقى متقبل نفسه زي ما هو. ده حقيقي. متقبل الزمن وهو بيعدي، متقبل نفسه وهي بتتغير، متقبل ان بيحصل له، هو مش على طول هتفضل. عشان كده يقولك لما تيجي تتجوزيش بالشكل بس. ليه؟ اصل الشكل بيروح. ليه؟ اصل ده من الطبيعي يا جماعه، هي ربنا حاطط سنن كونيه، ده من الطبيعي. الشكل بيتغير، اللي يتجوز واحده رفيعه ممكن تتخن، واللي يتجوز واحده تخينه ممكن تخس لا قدر الله لاي مرض، اللي يتجوز معرفش واحده ليها شكل معين او بتاع ممكن مع الوقت يتغير جدا عادي قوي. ففعلا الشكل بيتغير، ده من السنه اللي ربنا حاططها. فقمه النضج انك تبقى متقبل انت زي ما انت، ان ابقى انا مبسوطه وراضيه من ربنا سبحانه وتعالى ان انا هي انا. ده حقيقي.